السلام عليكم. كنتمنى تكونوا بخير. خليني نهضر معكم اليوم بصراحة وبطريقة بسيطة، حيت بزاف الناس متقلقة ومحتارة بخصوص الدعم الاجتماعي المباشر. واش مسجل وما جاك حتى شي دعم؟ واش ما فاهمش علاش ترفض الملف ديالك؟ ولا باغي غير تفهم شنو واقع وشنو خاصك دير؟ بلا زواق وبلا تعقيد، غادي نهضر معكم اليوم على كل شيء: كيفاش تسجل، شحال كيتعطى، علاش كيرفضوا، وشنو دير الا وقع لك مشكل. شنو هو الدعم الاجتماعي المباشر بأسلوب واقعي؟ الدعم الاجتماعي المباشر هو واحد البرنامج دارته الدولة باش تعاون الناس اللي فعلا محتاجين، ناس عندهم دخل ضعيف ولا ما عندهمش دخل أصلا. ولكن خاصنا نكونوا واضحين، ماشي أي واحد كيسجل كياخد دعم، وماشي المسألة غير واش خدام ولا لا. كاين نظام كامل كيدرس الوضعية ديالك وكيعطيك واحد النقطة الاجتماعية، إلا كانت مناسبة كتستافد، إلا ما كانتش كيوقف الملف. شكون كيمكن ليه يستافد؟ بصفة عامة الناس اللي كيتقبلوا ملفاتهم هما الأسر اللي ما عندهاش دخل قار، الأرامل والمطلقات اللي عندهم أطفال، الأسر اللي فيها شي واحد عنده إعاقة، الناس اللي عايشين بظروف صعيبة فعلا. ولكن نعاود نكد، النظام ما كيشوفش غير الهضرة، كيشوف الأرقام والمعطيات. طريقة التسجيل كيفاش دارت في الحقيقة؟ دابا نجيو للواقع. أول حاجة خاصك تكون مسجل في السجل الوطني للسكان. كتسير للملحقة الإدارية، كتعطيهم بطاقة التعريف وكيعطيوك واحد الرقم. من بعد كتدخل للسجل الاجتماعي الموحد وكتعمر المعلومات ديالك: عدد الناس اللي عايشين معاك، شنو كتخدم، فين ساكن، شحال كتدخل تقريبا. وهنا خصني نوقف شوية، راه أي معلومة غلط كتأثر عليك، حيت النظام مربوط بالضرائب، سنسس، المحافظة العقارية، يعني ما كاينش اللعب. شحال هو مبلغ الدعم؟ بصدق الحقيقة هي ما كاينش مبلغ واحد كياخدوه الناس كاملين. كاين اللي كياخد مبلغ بسيط، كاين اللي كيزيد حسب عدد الأطفال، كاين اللي عنده طفل معاق كيزيد ليه كتر. كل ملف عنده حسابه الخاص، وما يمكنش شي واحد يقول لك غادي تاخد كذا بالضبط. علاش كيترفضوا بزاف ديال الملفات؟ كنسمع بزاف يقول لك انا محتاج التقسيط، ولكن الواقع كيبان في هاد الفالات: شي معلومه ما متحيناش، دخل مسجل اكثر من الحقيقي، شي ملكيه مسجله باسمك، ولا النقطه الاجتماعيه ما وصلتش للحد المطلوب. يعني الرفض ماشي دائما ظلم، احيانا غير خطا في المعطيات. شنو دير الا ترفض الملف ديالك؟ الا ترفض الملف ما تفقدش الامل، عندك الحق دير شكايه. كتدخل للمنصه، كتشرح المشكل ديالك بهدوء، وإلا طلبوا منك تحيين المعلومات ديرها. ولكن خاصك الصبر، حيث المراجعة ما كتكونش في نهار ولا جوج. الرقم الهاتف نصيحة مهمة: كاين رقم هاتف رسمي للاستفسار اللي تقطع لهم الدعم شكاية، والاتصال بالأرقام الآلية 70 40 19 20 05 أو 60 60 19 20 05. ولكن دير بالك، كاين بزاف اللي كينصبوا باسم الدعم. اي اتصال، اي رقم، تاكد باللي راه رسمي وما تعطيه حتى شي معلومه شخصيه لاي واحد. كنعرف باللي الموضوع حساس، وكنعرف باللي بزاف ديال الناس معولين على هاد الدعم. انا حاولت نهضر معكم اليوم بلا تصنع، وبالطريقه اللي كنشرح بها لاي واحد سولني في الزنقه. الا استفدتي من الفيديو دير لايك واشترك في القناه، وإلا عندك شي سؤال خليه في التعليقات وغادي نجاوبكم بقدر المستطاع. الله يسهل على الجميع، وشكرا على حسن المتابعة.